بعد عمليه الزرع. ليه؟ عشان نصل الى اقل معدل من معدلات الادويه المثبطه للمناعه. الادويه دي بتبقى بجرعات عاليه جدا خلال السنه الاولى والسنه الثانيه، وبتصل الى اقل معدل ليها بعد السنه الثانيه. التوصيه الثانيه انه يجب ان نمنع ارتفاع ضغط الدم خلال هذه الفتره. يجب ان لا يزيد ضغط الدم في السيده بعد عمليه الزرع عن 140 على 90 زي ما قلنا، لانه اثناء الحمل بيحصل تخزين للسوائل، الضغط ممكن يعلى، ممكن يؤدي الى بس السنه الطبيعيه بيحصل لها ارتفاع في ضغط الدم. فما بالنا بالسيده اللي عندها هذه المشكله، ممكن يحصل زي ما قلت لحضرتك انفصال مبكر للبشيمه، نزيف شديد بعد الولاده، فكل الحاجات دي الحقيقه مهمه جدا. التوصيه الثالثه انه خلال برضو سنتين اللي احنا بنسميهم الفتره اللي بيتم فيها تاجيل الحمل، يجب ان نتابع الادويه المثبطه دي. يعني لازم ان احنا في ادويه معينه هنغير في البروتوكول بتاعنا. في مثلا دواء اسمه اباسايبرين، الدواء ده معروف عنه انه بيؤدي الى عيوب خلقيه في الاجنه، فاحنا لازم وشيء مهم جدا عندما نسمح للسيده ان شاء الله بالحمل يجب ان نتخلص من هذا الدواء ونستبدله بادويه اخرى لا تسبب هذه المشكله. طب واثاره ما بتبقاش موجوده خلال السنتين اللي تم؟ لا احنا بنحتاجه الحقيقه خلال الست شهور الاولانيين، وبعد كده ممكن نستغنى عنه بادويه اقل تاثيرا. لازم نراعي انه الرضاعه بعد كده تبقى ممنوع الرضاعه الطبيعيه، لانه هذه الادويه بتفرز في اللبن وبالتالي ممكن تؤثر على الطفل. برضو التوصيه الهامه جدا انه ان احنا نحاول بقدر الامكان نمنع اي بنسميها نوبات طرد الكلى. يعني ممكن يحصل ساعات حاجه اسمها ريجكشن كرايسيس، انه الكلى يحصل فيها مشكله، ارتفاع شديد في الحراره. طب بيبان بعد قد ايه يا دكتور من الزراعه؟ كل ده خلال السنتين الاولانيين. ده ممكن يعني ممكن تطرد الكلى بعد سنتين؟ محاولات الجسم يحاول يتخلص منها خلال الست شهور الاولانيين، ساعات في الاسبوع الاول، ساعات حاجه اسمها كرونيك يعني ديليد او متاخره شويه. فكل ده له حلول عند فريق الزرع. فخلال السنتين الاولانيين يجب تجنب هذه المحاولات اللي الجسم بيحاول يطرد منها الكلى. واذا حدثت يبقى احنا برضو بنبقى كين جدا نقول للست انه ما لا داعي للحمل، لان احنا لو لا قدر الله حصل رفض للكلى يبقى احنا كده بنخسر الكلى اللي احنا حصلنا عليها بصعوبه شديده. طب هل زراعه الكلى تصلح لاي حد ولا في بعض المرضى صعب معهم الزراعه؟ لا طبعا، هو ده سؤال مهم جدا، انه زراعه الكلى مش لاي حد. يجب ان لو كان سبب رفض الكلى مثلا عامل من داخل الجسم، يعني انا ساعات بتبقى من اسباب الفشل الكلوي ان الجسم بيكون اجسام مضاده ضد انسجته. فلو حصل انه خد هذا الشخص كلى اخرى سيتكرر هذا الشيء يمكن عقب الجراحه مباشره. فاذا زرع الكلى مش لاي حد، ده لازم بيتعمل فحوصات شديده جدا ومتعدده ومناظير واشعاعات بحيث ان نضمن انه ان شاء الله مش هيحصل رفض من الجسم للجرافت او للكليه الجديده. لو مريض الفشل الكلوي عنده امراض اخرى، هل ايضا يصلح معاه زراعه الكلى؟ تقصدي حضرتك مثلا عنده القلب، عنده كبد، عنده قلب، عنده سكر، ضغط؟ طبعا الامراض كتير يا دكتور. دي نقطه مهمه جدا، ان احنا لما بنعمل عمليه الزرع بنقيم المريض تقييم شامل جدا، وفي مرضى ما بنقدرش نعمل لهم الزرع للاسف، وبنضطر ان احنا نقول لهم ان الحل الوحيد هيكون الغسيل الكلوي. مرض السكر طبعا من الامراض الهامه جدا اللي ممكن تؤدي الى مشاكل في الكلى، وساعات بيبقى هو سبب الغسيل او سبب ضعف وظائف الكلى، لكن الحقيقه ما بيمنعش من الزراعه. لا. لكن عيان عنده القلب وكفاءه القلب ضعيفه جدا انه لا يتحمل عمليه لمده 4-5 ساعات، دي من الحاجات طبعا اللي ممكن تكون عقبه امام. احنا معانا تليفون لحضرتك. مريم، الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. حضرتك بالنسبه لما يكون عندنا واحد عنده كده يعني ينفع يخلف ولا ما ينفعش؟ الراجل ولا المرأة؟
لا واحد راجل. راجل. طيب اوكي، اتفضل يا دكتور. طبعا. طب سؤال مهم، مهم قوي برضو. زي ما بيحصل مشاكل بالنسبه للسيدات بيحصل مشاكل في الرجال نتيجه ارتفاع نسبه البولينا والكرياتينين اللي هي المواد السموم اللي المفروض الكلى تتخلص منها. فارتفاع هذه المواد برضو بيقلل من خصوبه الرجل. لما احنا بنعمل تحاليل للراجل وبنلاقي انه في صعوبه للإنجاب بالطريقة الطبيعية، نقدر نستخدم وسائل الإخصاب المساعد زي التلقيح المجهري، زي التلقيح الصناعي، ونتائجه الحقيقة كويسة جدا في مثل هذه الأحوال. معنا خالد. ألو خالد. خالد. ألو. ألو، احنا سامعين صوت عندك يا خالد. طيب خالد هيوصل لنا كمان شويه نكمل احنا موضوعنا. وحضرتك قلت على خلاص زرعنا الكلى. هل ممكن البيبي بقى يبقى عنده وراثه انه عنده مرض فشل كلوي ايضا؟ لا لا لا، هو الحقيقه يعني في نسبه بسيطه من الامراض الوراثيه تؤدي الى الفشل الكلوي، لكن موجوده، لكن هي لا تزيد عن 15%. لكن طبعا ليس بالضروره انه مريض الفشل الكلوي او الذي اجرى زراعه في الكلى يورث هذا المرض. لا الحقيقه ده شيء عايزين نطمن الناس يعني، لا مش بالدرجه دي. طيب احنا برضو عايزين عشان نتلافى بقى الكلام ده يا دكتور، وما يحصلش ان حد يحصل له فشل كلوي فيضطر انه يزرع عشان يعرف يبقى حامل وكل الكلام ده. ازاي ان احنا نقي انفسنا من الاصابه بالفشل الكلوي؟ والله بصي حضرتك، نقي انفسنا زي نقي انفسنا من كل حاجه. احنا مشكلتنا ان احنا هنا ما عندناش حد يعني حريص على المتابعه، يعني ما حدش بيتابع الا اذا حصلت المشكله. يعني انا يوميا بنجد ناس عندهم ارتفاع في وظائف الكلى وعندهم مشاكل كبرى جدا لانهم تجاهلوا الانذارات البسيطه. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بيبعت انذار بسيط ساعات. عايزين نعرف الانذارات دي، بس ناخد خالد عشان يرجع لنا تاني. الو. ايوه. هو سؤال يا دكتور اشرف بعد اذنك. هو انا اخويا عنده فشل كلوي وهيتجوز الاسبوع الجاي، فاحنا يعني احنا عايزين نعرف مثلا ان كان هيخلف ولا ما يخلفش، يعني ايه الاجراءات اللي نعملها في خلال الاسبوع ده؟ والله يا خالد نعمل له تحليل سائل منوي، ده من الحاجات البيزكس او الحاجات الاساسيه. واذا لقينا تحليل السائل المنوي في نقص في العدد او الحركه او الاشكال او حاجه، نقدر ندي علاج لا يتعارض. اذا كنت بتقصد الموضوع اللي يتزوج يعني ده يؤثر على القدره الانتصابيه، احب اطمنك انه ما فيش تاثير على القدرات الانتصابيه ويقدر يتجوز عادي ان شاء الله، مفيش مشكله ان شاء الله. وان شاء الله يخلف باذن الله ما يحصلوش اي مشاكل. نشوف الانذارات بقى اللي حضرتك قلت عليها. الانذارات نقص كميه البول، يعني دي نقطه مهمه جدا. تغير لون البول، شحوب الوجه، النقص في القدره الذهنيه والقدره الجسمانيه. يعني الحاجات دي بتبقى بتتشابه مع حاجات ثانيه. عشان كده بنقول انها بتتشابه مع حاجات ثانيه، عشان كده لازم نبحث. يعني لازم نعمل تحليل صوره دم، تحليل بسيط جدا اسمه بولينا وكرياتينين وظائف الكلى، موجات صوتيه على البطن والحوض. يعني حاجات الحقيقه مش مكلفه وبسيطه جدا، لكن الحقيقه نقيس ضغطنا. يعني مين بيقيس ضغطه؟ الحقيقه ما حدش بيقيس ضغطه. في ارتباط يعني وثيق ما بين ارتفاع الضغط بالظبط. طبعا يعني ده من اهم اسباب مشاكل الكلى، ارتفاع ضغط الدم والسكر. يعني 50% في مصر من اسباب الفشل الكلوي هو ارتفاع ضغط الدم المزمن. يعني حد عنده ضغط ومش يعني ما بيقيسش ضغطه، وفجاه يفاجئ انه وظائف الكلى عاليه، يقيس ضغطه يلاقي ضغطه 180 على 110 او اكتر. فطبعا احنا مهملين، وعايزين دي من خلال البرنامج بتاع حضرتك بنبعت هذه الرساله انه مش لازم الانسان عشان يعني حاسس ان هو سليم يعني، لكن الفحص الدوري ده شيء مهم جدا ومطلوب، والعالم كله الحقيقه بيعمله. طب الاسباب الاخرى غير الضغط وغير السكر اللي بتؤدي للفشل الكلوي ايه؟ طبعا. او الاصابات عامه بالنسبه للكلى؟ حصوات الكلى. يعني حصوات الكلى برضه من الامراض المنتشره في مصر، يعني خصوصا لما يكون حصوات في الكليتين. هو ربنا سبحانه وتعالى خالق كليتين، مش يعني ده الانسان ممكن كلى واحده، مش هقول كلى واحده، ربع كلى تقوم بالعمل. لكن لو حد عنده حصوات في الكليتين، انسداد في الحالب في ناحيه، شخص مولود بكليه واحده وحصل فيها حصوه وقفلت الحالب وهو يعني. والحصوات بتتكون ازاي يا دكتور؟ الحصوات طبعا اهم سبب ليها احنا عندنا هنا في مصر قله السوائل. احنا ما بنحبش نشرب ميه، برضه شيء غريب جدا، يعني اعداء للميه. فقله السوائل دي بتؤدي الى حاجه اسمها ساتوريشن او تشبع.